أهلا وسهلا فيكم بمسلسل تحت سابق عرض. ويلا نبدأ بالحلقة 23. استدعاء. وهو مثل ما شفنا بالحلقة الماضية سيارة فجر انفجرت، وبنعرف انه ورا هالقصة موسى وغسان، وهو فجر وصل على المشفى وحالته خطيرة. وهو رئيس الفرع بخبره لغسان انه حسب ما فهمت انه عبوة ناس في تحت السيارة وانفجرت، وهون بلشوا يسووا العمليات. وهون غسان عم بيقوله لموسى مستحيل يطلع لأنه جسمه كله فيه إصابات. فموسى بيقوله إذا طلع، فبيقوله عم تنطره ليطلع يعني. فغسان قاله ما بيطلع لأنه الدكاترة كلهم قالوا وضعه خطر وما رح يطلع. وهون بتجي مكالمة من رقم مجهول فبيرد، وهون بخبره لغسان وبقوله جايني استدعاء من الأمن السياسي. فبيقوله فينك تتصل وتعرف لي شو صاير. فغسان بيقوله لا الأحسن ما أسألك، خلاص أنت بكرة روح وأنا بكون معك أول بأول. فموسى بيقوله أنت جبان، مو وقت ما عرفتك بالكلية وأنت جبان. وهون موسى اجى على الاستدعاء الأمني، فبلقيس بدها تدخل معه ما بيخليها. فبيقلها إذا طولت اتصلي بغسان وخبريه. وهون أنس بيعترف لليلاس إنه بحبها، فبتقله وأخيرا نطق الديناصور. فبعدين بتقله عم أمزح معك وأنا بحبك كمان. فهون الرائد بكون عم يحكي مع موسى بيقله شبهة قتل وتزوير وتجارة عملة. فموسى بيقله وأنت قلتها شبهة. فبيقله الضابط يلي مسؤول عن القضية راح بالتفجير. فموسى بيقله أنا وقت التفجير كنت عند رئيس الفرع، روح اسأله. فبيقله ما عم بقدر أفهم كيف ضابط فاسد مثلك ولهلأ وعم يشتغل، أمثالك حبل المشنقة قليل عليهم. فبيقله فينا نتركك عنا فترة لنتأكد من كل شي، أو بنعطيك مدة 24 ساعة تصلح مشاكلك مع الناس. وهون موسى أجل عند بلقيس فكانت الدنيا ليل. فبتقله شو صار معك؟ دقيت لغسان أكتر من 1000 مرة وما كان يرد. فبيقلها ده واحد واطي وهلأ بحكي لك. وهون الإمبراطور قاله لموسى فقاله كيف كانت الاستضافة؟ فموسى بيقوله سألوني عن كل شي وقل لي مين غنيمي. فالإمبراطور بيقوله عماد، روح حلا معه أنا ما فيني ساعدك. وهون موسى أجل عند عماد فقاله أنا جاي حل المشكلة وبيعرض عليه الدولارات. فعماد بيقوله لا ما هيك بتنحل المشكلة. فبيقوله العجان مجرد سمسار عند الوالد، وانت بدك تاخد مطرحه، بس بدك تدفع يلي كان عم يدفعه. فموسى بيقوله عم ادفع للإمبراطور. فبيقوله ايه كمان بتدفع لي هيك الشغل. فعماد بيقوله كل شي بتطلعه من صرافة بدي منه 40%. فموسى بيقوله موافق. بالأخير بيقوله أنا بشتري من عندك العملة المزورة من دون ما حدا يزعجك أو يقرب عليك. وهون غسان إجا لعند فجر زيارة على المشفى، وهو عم فكر يعمل شي يحاول يقتله. فبيلاقي حنفية الأكسجين وهو بلش بده يسكرها. فبيجي سمير وهون ما حسن يعمل شي. فغسان بيقوله والله كنت قريب من هون وجيت لعنده زيارة. فسمير بيقوله أنا حكيت مع أهله وهلا هن جايين بعد شوي، والأفضل إنه ننقله لعند أهله باللاذقية، يعني أهله بيكونوا حده أحسن. فبيقله هو هيك خلص بروح عند أهله خليه يشبعوا منه. وهون موسى بالمطعم هو وأخوه زين، فبيكونوا عم يحكوا عن الشغل. موسى بيطلب من زين إنه يشتغل معه بالشركة وإنه يكبروا الشغل أكتر وأكتر. وفجأة رما هي ورفيقتها بيدخلوا على المطعم، وهون موسى بيطلب منها إنه تجيب رفيقتها وتجي ويقعدوا على نفس الطاولة. وهون عماد اجى لعند العجان وقال له هذا الاتفاق ما فيك تكسره، خلص صار بحمايتي. وهون العجان بيقول له مع موسى الكلب ما في اتفاق، خلص لي شغلي ويلي بيقرب على رزقي رح ادفنه، لو ما انت كنت قتلته من زمان. فعماد بيقول له السوق الكن الاثنين والتجارة شطارة. وهون بعد ما بيخلصوا العشاء مع موسى وزين، موسى بيقول له لزين لك شبك يا زلمة يعطيها نتفة وش لهالبنت. فزين بيقول له انا قطعت لها تيكت روحها بلا رجعة. فبيقوله لموسى أنا بدي سافر وأنت بتعرف أنا بحلم بهالقصة من زمان. فبيقوله ليش بدك تسافر؟ هاي سيارة آخر موديل وعندك ومصاري وفيه، وأي بنت تتمنى ضفرك، خليك جنبي بس لحتى أوقف على رجلي بالسوق. وهون زين بيقوله تمام حاضر. وبالأخير موسى بيطلب من زين بيقوله لا تقول لبلقيس إنه قعدنا مع البنات. فبيقوله بتعرف يعني هي مجنونة وبتدور على المشاكل دوارة. وهون راما ومنار قعدوا يحكوا عن السهرة، إنه الضابط موسى قبل كان كتير يخوفنا بالحارة وهلأ كتير متغير، صاير عم يضحك ويمزح. وبيحكوا عن زين انه لهلأ قلب خلقته ما عم يرضى يصالحها لراما. فمنار بتقلها لراما انه الضابط موسى ما شغل عينه عنك، شو ما انتبهتي؟ فبتقلها لا والله ما انتبهت. وهننو عم يحكوا فبيجي اتصال من العجان، فبيقلها شو صار معك بالسهرة؟ فبتقله ما صار شي زين معند.
فبيقول لها إذا ما لقيتي حل رح أقلعك من الشغل. فبتقله حاضر. وهون ليلاس وأنس بيجوا لعند بلقيس على المحل، فبلقيس بتسأله كيف البابا، بيقلها منيح. فأنس بيقلها بيحكي لي دائما عنك. فبلقيس بتقله بالعاطل أكيد. فبيقلها لا 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 أبدا. وهون ليلاس بتخبر أمه أنه أنس جاي يخطبني إلي. فبلقيس بتقلها أكيد رح يخطبك إلك، لك جاي يخطبني إلي. بلقيس بتقله البابا بيعرف. فأنس بيقلها لا لسه، وتارك له إياها مفاجأة. فبلقيس بتقله معناته تأجلها لهالمفاجأة، خليها بالوقت المناسب. وهون مهيب وزين بكون خلصوا دفعة من الشغل وناطرين لحتى يجوا يستلموا. فبيقله لسه في ساعتين لحتى يجوا يستلموا. وهون زين بكون تعبان. مهيب بيقله روح على البيت وأنا بكمل هون، أنا بسلمون الشحنة. وهي أمورها العجان. فبتقله ليش تأخرت، وين كنت لهلا؟ فبيقلها كنت بالشغل. فبتقله أنت كبرت وصرت ضعيف وبلش الخوف يفوت لجواتك، لأنه صار عندك كتير شغلات بتخاف عليها، ولأنك نسيت كيف كنت الولد الفقير يلي ربيته وتعبت عليه مشان ينتقمني من الدنيا كلياتها. وقلبه حديد، وكان قلبك حديد وقت ما كنت تملك شي، بس هلأ انت تغيرت. وهون مهيب عقد ما سكر وداخ فبإيده السيجارة وقعد بالأرض وبلش الحريق يشعل. وهون المصرات كلها اشتعلت وبلش يطفيها. وين حالك شو هون سويت؟ موسى بيقول له لمهيب انت عرفت حالك شو سويت؟ انت مو بس روحت حق بضاعة بهديك الحسبة، انت كنت رح تروحنا بيقول له كلنا. ايه وقعت السيجارة بإيدي ونمت. وهيك صار. نمت. فموسى بيعصب عليه وبيقول له لك يا شو ريتك أعمل انت اللي يعني؟ احترقت وقعت بدالهم. السيجارة ونيت. وهون رنا بتتصل بموسى فبتقول له مهيب من امبارح ما رجع البيت. فموسى بيقول لها ما في شي ما في شي، انتي بتعرفي لمهيب المطربان. فبالاخير بيقول لها لا تقلقي انا رح اسال عنه وخبرك. وهون موسى بيجيب له المصاري لعماد. فبيقول له برافو عليك برافو، انا بحب الناس يلي بيعرفوا يلي إلن ويلي عليهم، والتزامك هاد رح يفتح كتير شغل بيناتنا. وهون موسى بيجيب له هدية، بيجيب له سلاح وبيقول له بتمنى انه تضمه لمقتنياتك. وهون موسى بيقول له صرت مون اطلب منك طلب. فموسى بيقول له الطلب انه بدي ملفي الامني. وهون موسى ببلش يحكي له القصة، بيقول له انه بدي اعرف مين مسوي لي الكمين. فبيقول له ليش لهلا ما نسيت؟ فبيقول له في شظية براسي لهيك ما بنسى. فعماد بيقول له بمن شاكك؟ موسى بيقول له بأبو وائل او ممكن يكون في حدا معه. فعماد بيقول له هذا صديق الوالد كان يحكي عنه ويقول انه اوسخ شخصية. فبالاخير عماد بيقول له رح اسألك قد ايه بتكلف ورح خبرك. وهون موسى وبلقيس على التخت. فراما بتبعت له رسالة بتمنى تقبل صداقتي. وهون بيدخل على صفحتها وبيعمل زوم على صورتها. وهون رح تبلش رسائل الحب والغرام بيناتهم. ولهون بتخلص الحلقة وإن شاء الله بشوفكم بالحلقة الجاية وشكرا على المشاهدة.